تعالوا بقى نعمل مع بعض شوية سندوتشات كده خفيفة وحلوة قوي. ممكن كمان تبقى عشاء او غدا. بجد تحفة، وكمان مش تقيلة على المعدة ولا اي حاجة. طبعا كنت هعمل النهاردة سندوتشات همبرجر، لكن قلت لا بلاش الكايزر تبقى تقيلة. وجبت العيش اللي هو آه، تورتيلا. بيبقى طعمه حلو قوي وخفيف. هعمل الهمبرجر معاكم. انا جبت هنا، انا معايا كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه. تمام. وحطيت عليها كيس ونص من خلطة التوابل بتاعة الهمبرجر. وكمان حطيت ملح، شوية ملح صغيرين عشان بيبقى التوابل فيها ملح. وحطيت فلفل اسود ورشة من الكبابة صيني. بس هي دي اللي انا حطيتها بتاعة التوابل الهمبرجر. وتفرمت كويس جدا اللحمة المفرومة. لازم تبقى عاملة زي كلها تخش الانسجة في بعضها كده، زي ما انتم شايفين بالشكل ده. محطتش بصل ولا اي حاجه. همبرجر مش بتحط لها بصل غير التوابل بس، وبتتفرم كويس جدا لازم تبقى عجينه كلها متجانسه مع بعضها كده. قطعت بقى هنا شويه من الاكياس بتاعت التلاجة، مربعات كده زي ما انتم شايفين. هوزنها بقى كده على الميزان. عايزه كل واحده قطعه همبرجر تبقى قد التانية، نفس الميزان، ما بين 90 جرام وبين 100 جرام. تمام. وبعد كده هنشكلها في القالب بتاع الهمبرجر. لو ما عندكيش قالب الهمبرجر، هاتي غطا بتاع برطمان وحطي فيه الكيس وشكلي في الهمبرجر، هيبقى حلو برضو. انا كنت بعمل كده الاول لما كانش عندي اللي هي القطعه اللي هي الآلة بتاعه تشكيل الهمبرجر. لو انتوا لسه مكملين معايا لغايه دلوقتي وبتعجبكم فيديوهاتي، اتمنى تعملوا لايك وتشيروا الفيديو لاصدقائكم وتعملوا متابعه للصفحه عشان ان شاء الله اكبر بيكم باذن الله. وتكتبوا لي كده تعليق حلو منكم عشان بجد تعليقاتكم بتفرحني جدا. انا هنا طبعا نور بنتي كانت دخلت بقى كده، طب سيبيني يا ماما انا هشكل انا الهمبرجر بايديا كده. عايزه تعمله سبتها تعمله. وانا هنا بقول لكم العيش التورتيلا اللي انا جبته. انا مش طبعا مش هعمله زي، ممكن تعمليه زي الكريب، بس ده لو كبير ممكن يتعمل زي الكريب، يتقفل زي الكريب كده مثلثات. بس انا حبيت ان انا اعمله كده اتنيه كده بالنص كده بس. عايزه بقى تحطي جبنه موتزاريلا، تحطي بقى الحشو اللي انت تحطيه فيه في الساندوتش، ممكن تحطيه زي ما انت عايزه المتوفر عندك. انا هنا بجيب الجريل بتاعتي، حطيت نقطة يعني مسحت كده الجريل بتاعي بالفرشة كده بالزيت. طبعا الهمبرجر فيها نسبة دهون، فهتنزل الدهون منها، وهتشوفوا دلوقتي بصوا بتنزل الدهون، مش هتلزق منك ولا حاجة. بجد كان طعمها حلو جدا. بلاش نجيب الهمبرجر اللي بره مش عارفين هو معمول ازاي. وطبعا احلى حاجة ان احنا نعمله في البيت. طبعا بديه اول ما يحس ان هو بدأ ياخد لون كده من تحت وبدأ يستوي اللحمة المفرومة. ما بتاخدش وقت في السوا، بتاخد يعني ما فيش 5 دقايق وبيكون الهمبرجر بتاعي جاهز. انا بقى جبت الصوص بتاعتي، معايا هنا مايونيز وقطعت كابوتشا وطماطم شرايح كده. عايزه بقى تحطي بصل، عايزه تحطي جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر المتوفر عندي. انا حطيت كاتشب، مايونيز، حطيت باربيكيو، حطيت مايونيز، مايونيز وكاتشب باربيكيو واحط بقى، قطعت القطع بتاعه قطعه الهمبرجر، قطعتها كده بالطول عشان عايزه اخليه يبقى مقسوم كده، ما يبقاش ممكن عايزه تلفيه زي الساندوتش ممكن تلفيه، بس انا حبيت ان انا اسيبه مفتوح كده. وبديله كده صدمه على الجريل لغايه ما ياخد لون كده، بيبقى مقرمش وطري في نفس الوقت. طعمه بجد تحفه. جربوه هيعجبكم قوي، هيعجب الولاد، بجد جميل جدا. وممكن كمان تحشيه بطاطس، هيبقى حلو قوي. ادي السندوتشات بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، بجد طعمها حلو قوي، مش هتصدقوا الا لما تجربوها. وتجربوها بالعيش التورتيلا، بجد جميله جدا وخفيفه على المعده. ممكن تاكلي كذا ساندوتش منها، مش هتحسي ان انت معدتك اتملت ولا اي حاجه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.